هنتكلم النهارده عن انواع نوبات التشنجات عند الاطفال. نوبات التشنجات هي عباره عن كهرباء غير طبيعيه بتطلع من المخ بتؤدي الى تصرفات او حركات غير طبيعيه عند الاطفال. الطفل ممكن يكون عنده نوع او اكتر من النوبات التشنجات، عشان كده مهم جدا ان احنا نفهم يعني ايه نوع التشنجات اللي بتيجي للاطفال. لما بنقدر نحدد انواع النوبات اللي بتيجي للطفل، سواء هي نوبات جزئيه يعني طالعه من فص معين في المخ سواء الشمال او اليمين، او كليه يعني طالعه من المخ كله، ده بيحطنا على اول الطريق اللي بنقدر على اساسه ان احنا نقيم الطفل وبعد كده نعالج بشكل صحيح. النوبات الجزئيه او الفوكال سيجرز هي النوبات اللي زي ما قلنا بتطلع من ناحيه واحده في المخ. طيب النوبات دي ممكن يكون الطفل فيها واعي او ممكن يكون غير واعي، ممكن تكون النوبات دي حركيه او غير حركيه. اما بالنسبه للنوبات الكليه او الجنرالايز سيجرز فدي نوبات بتطلع من المخ كله، والطفل في الاغلب لازم بيكون غير واعي في النوبات دي، والنوبات دي ممكن تكون حركيه او غير حركيه. دلوقتي هنعرض فيديوهات عشان نوضح اشكال النوبات عشان نفهم اكتر يعني ايه انواع النوبات اللي عند الاطفال. دي اسمها فوكال تونيك سيجر، يعني نوبه جزئيه الطفل بيرفع فيها الجنب اليمين ويشد والشده تطول شويه، عشان كده اسمها تونيك. النوبه دي اسمها نوبه جزئيه فوكال كلونيك سيجر. فوكال كلونيك يعني عباره عن نفض منتظم ورا بعضه زي الساعه، زي ما احنا شايفين هنا الجنب اليمين من الطفل عمال ينفض باستمرار بشكل ريتميك او زي الساعه. النوبه دي بقى بنسميها نوبه المايكلونس، تكون شبه الخضه كأن الطفل اتخض مره واحده كده، دي اسمها مايكلونس. اما النوبه دي اسمها نوبه الاتونيك اللي الطفل بيقع فيها زرع بصل زي ما احنا شايفين في الفيديو. النوبات دي من اهم النوبات اللي احنا ناخد بالنا منها. مهم جدا ان الام لو شافت الطفل بيجي له النوبات دي انها تتوجه لاقرب دكتور في اقرب وقت، لان النوبات دي اسمها epileptic spasms وبتبقى عباره عن نفضات مستمره بتيجي اول ما الطفل بيصحى من النوم وبتتكرر واحده ورا واحده ورا واحده. النوبات دي بتكون محتاج علاج بشكل مختلف، والعلاج ده المفروض يبدا بعد اسبوعين من بدايه النوبات دي عشان نحافظ على عقليه الطفل. دي نوبه نادره شويه اسمها مايكلونيك اتونيك، الطفل بيفز فيها وبعد كده بيفقد التون، عشان كده اسمها مايكلونيك اتونيك زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، الطفل فز وبعد كده قام واقع. النوبه دي نوبه كليه اسمها جنرالايز تونيك كلونيك سيجر، ودي يمكن من اشهر النوبات اللي ما فيش حد بيتلخبط فيها. النوبه دي نوبه كليه بتيجي على الناحيتين، الطفل عينيه بتغرب وشفايفه بتزرق وبينفض بايده ورجله الناحيتين وممكن يسيل بول على نفسه وقت النوبه دي، ودي نوبه لو طولت عن 5 دقائق بتكون خطر. اما بالنسبه للنوبه دي اسمها نوبه السرحان او الابسنس سيجر، اللي بتحصل وصعب جدا ان الاهل في الاول ياخدوا بالهم منها. ايه اللي بيحصل؟ الطفل ده بيكون بيلعب وبيروح وبيجي ومره واحده بيقف يهنج، لو احنا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الطفل بينفخ وبعدين فجاه بيبطل نفخ كانه هنج بالظبط، وبعد كده بيرجع تاني لطبيعته. النوبه دي اسمها ابسنس، ودي من النوبات الكليه الغير حركيه، تيجي للاطفال عند عمر ال4 سنين او تيجي للاطفال عند عمر ال9 سنين او ال10 سنين. النوبه دي من النوبات الصعب جدا تشخيصها، بنسميها النوبات اللي فيها حركات عنيفه شويه. شكلها بيبقى طبيعي جدا وفي معظم الاوقات بتبقى نوبات جزئيه طالعه من الفص الامامي اسمها هايبركينيتيك سيجرز، واحنا بنعرفها لما بنشوف ان الطفل بيجيله النوبات دي بشكل متكرر بنفس المنظر بالظبط كانه بيتعاد فيديو. ده بيحصل في الاغلب اثناء النوم، ممكن تحصل لطفل من 20 ل 30 مره زي ما احنا شايفين في الفيديو. النوبه دي نوبه من انواع الابسنس وبنسميها ايليد مايكلونيا، والنوبه دي بتكون الطفل ده عنده فوتو سنسيفيتي او عنده حساسيه من الضوء شديد جدا. اول ما بيجي له الضوء الوامض الطفل بيكون يجي له النوبه دي، بنسميها ايليد مايكلونيا وذ ابسنس. بعد ما شفنا الامثله دي لازم نفهم ان كل حركه من الحركات دي بتفرق معانا جدا كاخصائيين تشنجات في تحديد اذا كانت البؤره دي جزئيه ولا كليه، وفي نفس الوقت بتعرفنا اذا كانت البؤره دي طالعه من اي مكان بالظبط من المخ، وده اللي على اساسه بنحط خطه العلاج والفحوصات اللي هتتعمل فيما بعد. عشان كده بنطلب من الاهالي ان هم يصوروا الفيديوهات دي، الهوم فيديوز بتكون وسيله كويسه جدا انها تدينا فكره هل النوبات دي جزئيه ولا كليه، وبعد كده نقدر نعمل رسم مخ بالفيديو عشان نقدر نشوف النوبات من اولها. احنا اكتر حاجه بتفرق معانا في النوبات دي بدايتها. ليه مهم جدا ان احنا نعرف شكل النوبه من اولها؟ لان النوبات دي عامله زي النار، ممكن تبدا في مكان وبعد كده تنتشر، فمهم جدا ان الاهل ياخدوا بالهم ايه اول حاجه بتحصل. وعشان كده تصوير النوبات بالفيديو في رسم المخ بيكون مفيد جدا وليه فايده كبيره جدا بالنسبه لنا في تشخيص الحالات.
فهم شكل النوبات هو أساس تشخيص وبالتالي علاج الصرع بشكل صحيح. نتمنى أن يكون الفيديو ده فهمكم أكتر عن أهمية تشخيص نوع النوبات وأشكالها في علاج وتشخيص الصرع عند الأطفال. تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن تشنجات الأطفال.